السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر مانشستر، والنهارده هنكمل ماستر ليج النادي الاهلي في الدوري المصري 2005. مباراة جديدة يا اخواتي واحنا على قمة الدوري بفارق مش فاكر كام. تعالوا نبص كده، احنا كسبنا الاتحاد اللي كان منافس لنا على اللقب، كان بيتابعنا. كسبنا الاتحاد اخر فيديو اللي هو كان ماشي ورانا بخطوات ثابتة. تحتنا الاسماعيلي المركز الثاني، الفرق كويس اهو. بعد كده انبي والاتحاد هو نزل الرابع، والزمالك السادس. يعني بصراحة مشوار كويس جدا في الدوري. جوزيف الحقيقة مع الاهلي في 2005 كسب الماتشات كلها، اتعادل ماتشين بس، كان من غير ولا خسارة. احنا لحد دلوقتي متعادلين ماتش واحد. هل بقى نقدر نعمل زي جوزيه ولا احسن كمان؟ يعني ان احنا نكسب بقية الماتشات ونطلع في نهاية الدوري متعادلين ماتش واحد. هنشوف. يلا بسم الله. الاسبوع ال 12 من الدوري المصري، الاهلي ضد اسمنت اسيوط في استاد القاهره. بسم الله، نبدا على خيرة الله كده وايه، ونكمل مسيره الفوز اللي احنا ماشيين فيها. ما تعادلناش ماتش غير ماتش الزمالك 0-0، وضيعنا فرص كتير جدا الحقيقه. لكن قدامنا لسه الدور الثاني ضد الزمالك، نقدر نكسبهم بقى. عندهم بوبا قدام اهو. بوبا ده راح اتحاد الشرطه بعد كده في 2011 ولا 2010. كان مهاجم كويس على فكرة بوبا ده، النيجيري، كان نيجيري. وهنا بقى بيبو ولا ايه يا راجل؟ عدت ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة ابو تريكة. لسه الدفاع مستميت بتاع اسمنت اسيوط. حاسب هنا القلشة اللي ملاش لازمة دي. ده الفيومي هناك، ده راح الشرطة بعد كده. اوه بوبا. شوفوا يعني نالكوا الفرقة دي مفيش استهانة بيها خالص، ممكن يأذونا. وعندهم برضو محمد الفيومي ده كان راح الشرطة بعد كده برضو. وفريق الشرطة كان كله هنا ولا ايه مش عارف. لكن لسه هنا بركات مفتوحة يا بركات. جون، هدف أول محمد بركات. قلنا مفتوحة، اتفتح كده الدفاع، وهدف جميل أوي محمد بركات بعد فرصة خطيرة لبوبا. كانت فرصة الأسمنت أسيوط هما اللي يسجلوا الهدف الأول، لكن بركات بقى بيقول لك اللي يضيع يقبل، وهم خدوا الجون اهو في مرماهم، وهدف اول. هنا بقى فلافيو التاني اهلاوي، هدف تاني اماضو فلافيو. خلاص الماتش بقى سهل، الدفاع اتفتح، ولاعيبه اسمنت اسيوط خلاص يعني سلموا الماتش كده. ان شاء الله بقى نديهم نتيجه تاريخيه كده نعاقبهم بيها، ان هم شافوا نفسهم علينا في الاول، اتجرأوا علينا. حلو قوي الثرو ده لفلافيو. يلا يا راجل، يلا يا راجل. الهدف الثالث اماضو فلافيو، هدف جميل قوي يا فلافيو. هدف ثالث جميل جدا جدا جدا. لم الحارس وركنها في المرمى. جون ثالث 3-0 اول نص ساعه. حاجه جميله جدا. ماتشات بتخلص بسهوله. جيل الاهلي كان تاريخي بصراحه. جilberto، ابو تريكة، فلافيو. ياه، صدها الحارس. ضربة ركنية للنادي الأهلي. هنا بقى فلافيو الثالث ولا الرابع 4-0. هدف جميل جدا لفلافيو من ضربة ركنية. الواحد من كتر ما بيسجل أهداف نسي كان الهدف الكام ده. 4-0 ومن ضربة ركنية رفعها كويس جدا خالد بيبو اسيست. 4-0 الشوط الأول. ماتش جميل جدا من النادي الأهلي. هنشوف بقى الاسماعيلي هو اقرب منافس لينا، اتعثر ولا ايه؟ الاسماعيلي كسبان المقاولين 1-0. ماشي. بركات 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 بركات. ابو تريكة 5-0. الهدف الخامس محمد ابو تريكة. عمل لهم المروحة اهو، المروحة المعتادة بتاعت ابو تريكة. 5-0، 5 وخميس. هدف خامس للنادي الاهلي. سيطرة متكاملة على الماتش، وماتش ممتع يعني، ممتع الجماهير اللي جايه تتفرج دي، مش دافعين فلوس على الفاضي يعني. يلا يا بركات، يلا يا بركات، يلا يا بركات. بصوا خلاص بقى يعني احنا ايه، بنلعب كوره يعني من كوكب تاني حرفيا. بنمتع الجماهير. هدف سادس. خلاص الماتش فتح. خالد بيبو الهدف السادس. 6-0. خلاص الناس جايه تتبسط. العائلات المصريه الكريمه والشباب اللي مزوغين من الجامعة والمدارس جايين بيتفرجوا على متعة، مش بنضيع وقتهم على الفاضي. بركات مفتوحة. يلا يا بركات. ماشي. لسه عاشور
لسه اوفسايد ده ولا ايه؟ بركات 7-0. هدف سابع محمد بركات. قلتلكوا اكبر عدد من الاهداف النهارده، نتيجه تاريخيه. جمله وتفصيلا يعني. خلاص يعني الماتش اتحول لسيرك. 7-0 ومباراه ممتعه من كل جانب. يلا بينا نحط الهدف الثامن. خلاص احنا مستقويين عليهم خلاص. يلا يا بركات بقى. ماشي، طلع عن المدافع. بيبو بركات 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 بركات. حارس صد اخيرا حاجه النهارده. صفر الحكم. 7-0 نتيجه تاريخيه. هدف جديد، فوز جديد للنادي الاهلي. 7-0. ولكن لسه بقى الاسماعيلي بيكسب اكيد. ماشي، اداء روعه. كسب الفرق 3 نقط. لكن احنا هنستمر في الفوز. ما دخلش فينا ولا هدف. احسن هجوم واحسن دفاع في الدوري. الاحصائيات كلها ان احنا احسن فريق في الدوري الحمد لله. تاني مباراه في كاس مصر ضد اسمنت السويس. نخلص المباراه بدري بدري كده عشان ما تتصعبش علينا. بركات لفلافيو لبيبو. هدف اول لخالد بيبو. 1-0 للنادي الاهلي ضد اسمنت السويس. هدف جميل جدا، ركنه حلوه قوي خالد بيبو. بدايه كويسه في ماتش في كاس مصر. مفترض انه سهل ضد فريق تعبان. فلافيو هدف تاني جميل قوي. لف في ظهره بالمدافع وركنها. هدف تاني. خلاص الماتش كده يعتبر انتهى. يعني الجماهير اللي عايزه تروح، اللي وراه مشاغل، اللي سايب شغل عشان يتفرج على الماتش، يعني خلاص يا ابني روح شوف حالك. مع عمر مانشستر الاهلي بيكسب كل ماتش. مفيش ماتش تعادل واحد حتى. دفاع مستميت جدا من اسمنت السويس، لكن بعد ما ظرفناهم هم عايزين يطلعوا بأقل هزيمة. مفيش. التالت بركات. يعني حتى لو حاولوا يطلعوا بأقل هزيمة مش هيعرفوا. هياخدوا سكور برضو. تتقفل على بركات هتلاقي ابو تريكة، تقفل على ابو تريكة هتلاقي بيبو، تقفل على بيبو هتلاقي فلافيو. حلو قوي الثرو ده، كامل بالجون. هدف حلو قوي، ثرو جميل وهدف اجمل لفلافيو. يعني بصوا الثرو من بركات، ثرو عبقري يعني، والفينش عبقري اكتر من زاويه صعبه جدا. هدف رابع. 4-0. جilberto هو بشماله الهدف الخامس. الراجل بيدور عليها من الصبح. بيحاول من الصبح يحط له واحده، يعني بما ان مهرجان الاهداف ده كان عايز يشارك فيه من زمان. هدف حلو قوي بشماله والزاويه اتفتحت له. خلاص هيصفر الحكم وتنتهي المباراه 5-0 في كاس مصر. صعب مهرجان اهداف في كل حته حرفيا. مفيش منافسه. يعني احنا قلبنا الدوري دوري الماني ولا دوري فرنسي كده. يا جماعه نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نكمل سلسله ماستر ليج النادي الاهلي، ونكمل فوز وعظمه كده بالجيل العظيم التاريخي بتاع النادي الاهلي ده. وان شاء الله نكسر الرقم بتاع مانويل جوزيه اللي هو كان اتعادل ماتشين بس وما خسرش ولا ماتش. احنا متعادلين ماتش واحد بس لحد دلوقتي. فان شاء الله نكمل الدوري كده كله مكسب وناخد الكاس كمان. لكن ما تنسوش انتوا اللايك والسبسكرايب عشان ينزل لكم كل جديد. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم عمر مانشستر. مع السلامه.